السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. قصتي من قصص حكايات. اسمي جيهان، عمري 16 سنة، طالبة في الجامعة. اليوم جيت نخوي لكم قلبي. ربي عطاني واحد الجمال، الحمد لله. واحد الفورمة ما نقول لكمش. كل شيء كيبقى يشوف فيا، لا في الطريق ولا ملي كنكون غادا للمدرسة. الحمد لله يا ربي، عطاني ربي واحد الجمال ما كيتوصفش. واحد البيوضة في الوجه، واحد البراءة، واحد العينين. كان كل شيء كما قلت لكم كيبقى حال فيا فمو، لا في العائلة ولا في كل شيء. القصة ديالي غتبدا من نهار تعرضت لواحد العرس، تما بدات القصة ديالي. العرس كان ديال بنت عمتي تزوجات بواحد الأردني. كما كنقول لكم رانا عمري 16 سنة. الحمد لله قادينا كلشي، كرينا اللباسي. ما نقول لكمش كيفاش جيت، راه نتوما عارفين الصغور. كلفت انتباه بزاف. المهم درتو في واحد القاعة تبارك الله فاخرة، بحكم ان زوجها كان لاباس عليه. كنقول لكم أردني كان لاباس عليه داير التجارة، وتا هي كانت زوينة الحمد لله، وكانت ظريفة تستاهل. من تما المهم حضرنا، ما نقول لكمش داك الطريطور والتخربيق، راه نتوما عارفين ديال العرس. الحمد لله حضرنا شطحنا. لفت الانتباه ديالي هو واحد السيد كان معروض معاه. هو ما كانوش عنده غير صحابو الأردنيين أو العائلة ديالو اللي جاو معاه فقط، كانوا عنده تا صحابو. العرس كان كبير بزاف، واحد القاعة كانوا تا صحابو مغاربة، يعني راه الواحد كيبان في الوجه ديالو. ما علينا. كنت واحد السيد اللي لفت الانتباه ديالي بزاف. فين ما كنوض نشطح كينوض هو، فين ما كنوض نشطح مع خواتي كينوض هو. حتى جات لواحد الوقيته مشيت للطواليط. هذيك الوقيته اللي مشيت حاشاكم للطواليط، كنقاد شعري وكنقاد شعري وداك الشيء. حتى هو تبعني، بقى كيشوف فيا هكا. تصادفت معاه بقى كيشوف فيا، قال لي والله الا عجبتيني بهاد الهضره هادي. السيد ما زادش، ما هضرش معايا ما حتى شي حاجه. شفت فيه وزدت، راه نتوما عارفين. وقلت صافي راه هذا من الدراري كيبسل. جيت وجلست حدا ماما، عاوتاني نوضت شطحت. مهم كنبرد على قلبي مع خوتي، راكم عارفين الصغر. شطحنا وردحنا. كنشوف فين ما كنوض كيجي صاحبو كيقرب حدايا ويبقى يشوف فيا. المهم ما علينا، داز العرس مشينا. دازت واحد، نقول لكم واحد 4 ايام هكاك، حتى كنشوف عمتي كتعيط لماما. كنشوف عمتي كتعيط لماما. ما كنتش انا صراحه عارفه علاش كيهضروا. المهم هضروا واتفقوا كل شيء. حتى جات عندي ماما قالت لي راه يجيو عندك واحد الناس، واحد السيد راه كيعرف راجل بنت عمتك اللي تزوج، وراه لاباس عليه. قالت لي راه باقي صغير وكل شيء. انا ما دارت لي حتى شي حاجه في بالي واش غيكون نفس الشخص اللي تلاقاني حدا الطواليت. صافي ما علينا. قالت لي راه غيجي يخطبك وعندك تقولي لا. الراجل هذا حتى واحد ما غادي يكرهو، اي وحده تتمناه. لاباس عليه وكل شيء بظهره بخميرو. نتوما عارفين يعني. لا مشيت حتى مشيت قلت لا، وانا في هذاك السن يعني كلشي غادي يدور فيا غير انا، ويقولوا شوفي جاها ترزقت البينات يديها، وهادي وجه الفقر وجه الجوع ما غادي يخليو ما يقولوا فيا. وانا كما قلت لكم طايشه ما عارفاش، وكان عندي المشكل اللي انا مخبياه وما عرفو حتى شي واحد. ما علينا. جاو باش وجدات ماما الخطيبه وكلشي، وجاو الناس، جاب والديه وكلشي. انا ما قدرت نقول والو. المهم بحكم ماما كتشوفني انا يعني زوينه واي واحد يتمناني، يعني تبارك الله واحد الجمال فيا، وهو غير حال فمو فيا. وباقا صغيره زايداها بالصغر، هو اكبر مني ب14 سنه. يما ما خلات ما طلبت تبارك الله 4 المليون في الصداق والذهب. قالها اللي حطت عليه يديه نشري ليها. ما خلات ما طلبت، وانا عا كنشوف بعيني وكنسكت. جابوا لينا داك الشي، جابوا الدفوع. ما خلاو ما جابوا الدفوع. ما نقول لكمش حاجه كتنسي في حاجه، داك الشي واعر. المهم صافي جابوا داك الشي، مشينا كتبنا الكتاب ديالنا. وانا كما قلت لكم انا غير حانيه راسي، ما قادره نقول لا غز لا مز. صافي درنا العرس، درنا كلشي، حضر كلشي. المهم صافي وجدنا الشهر العسل في تركيا. تما وجدنا الشهر العسل لتركيا، دينا سيمانه. كما قلت لكم مشيت بحكم هو كبر مني وانا باقا صغيره طايشه. المهم كنا نخرجوا نهبطوا لتحت. ما هضرت انا ملي كنشوف التعامل ديالو، كنهبطوا كنمشيو نتساراو. يعني تا انا بيدي ولفت على داك الراجل،
وعجبني وفحال اللي بغيت ووليت كنبغيه، يعني حسيت كيعاملني مزيان. أما العلاقة الجنسية ما كيقربش ليا نهائيًا، ما كيقربش. قال لي شوفي حتى ترتاحي لي، أنتِ باقا صغيرة حتى ترتاحي لي وتحسي براسك مرتاحة مزيانة نخليك، حيت شافني مزيرة بحال اللي خايفة، وأنا الخوف ديالي بوحديتو. شافني هكاك مزيرة ما هدرش معايا نهائيًا. بقينا هكاك، المهم ديك السيمانة كنهبطو نخرجو نتغداو، يخرجني فين ما بغيت، يضحكني، يتلاقى مع الناس، كيدير الخير بزاف. يعني واحد السيد تشهّه فعلًا أي وحدة. راه ماشي الجمال هو جمال الوجه، وإنما الجمال هو جمال القلب. بغيتو، يعني في شكل ولّفتو ديك السيمانة، ولّفت عليه، ماشي على ولّفت على ديك الطيبوبة وكيفاش كيجي في الليل هكا يبقى يعاود لي زعما كيفاش بدا التجارة ديالو. هو كان يعني كيفاش بدا من الأول حتى الآخر، وكان لاباس عليه. هو لاباس عليه أصلًا خدام في نجارة، عنده ورشات بزاف ديال النجارة، وكيشارك في معارض يعني اللي كبارين بزاف. كيما قُلت لكم هو ميسور الحال، لاباس عليه الحمد لله. المهم بقينا على داك الحال، داك الحال حتى قرّبنا نجيو. أنا شفت راسي تعلّقت بيه بزاف. المشكل صافي حتى جا واحد النهار، المهم قبل ما نرجعو، وأنا قُلت له باغا نقول لك شي حاجة. المهم خرجنا داك النهار، دوّزنا النهار كامل في الليل. قُلت له بغيت نقول لك شي حاجة، راه هي اللي مزيراني وهي اللي ما قادراش. بقى كيشوف فيا حتى هو حاس بشي حاجة. كيما قُلت لكم راه العلاقة الجنسية ما كانتش. قال لي هو حتى ترتاحي، منين ترتاحي ليا هاديك الساعة يعني كلشي كيكون بالخطر. المهم قُلت له ولد الناس، ها شنو واقع وها شنو واقع لي وها شنو واقع لي وها علاش ما كنهضرش، ها اللي واقع لي وها اللي واقع لي وهاد الشي علاش شفتيني مزيرة وقلب. بقى كيشوف. السيد كان ناعس ناض وبقى شاد غير في راسو، ما عارف شنو يدير. قال لي علاش هادشي ما قلتيش من الاول؟ قلت له انا ما قدرتش نقول هادشي. قال لي يماك في اخبارها؟ قلت له لا. قال لي باك في قلت له لا، لا خواتي ولا حتى شي واحد. هادشي وقع لي منين كنت في الكوليج. قلت له ها شنو طرا وتعدى عليا وهادي وانا ما كنتش عارفه وطاطاشي. المهم قلت له داكشي كامل. بقى غير كيشوف فيا. قلت له ما قدرتش نقولها لحتى شي واحد. قال لي ويماك جالسه كتشرط عليا وجيبو جيبو جيبو، هي شني عاطياني. المهم أنا ما شاف مني غير الخير، ولكن أنا تعجبت وقلت صافي راها يعني عادي هاد ردة الفعل ديالو. فعلا كان خصني نقول هادشي من الأول، ولكن أنا ما قدرتش. يعني كنت خايفة من ماما، يعني كنقول صافي راه لا قلت هاد الهضرة راهم كيما كنقولوا راه يذبحوني، وخفت من بابا حتى هو كتر. بقينا عادين على ديك الحال. صافي بقى كيشوف فيا. قال ليه شوفي يا بنت الناس دابا غتنعسي ومن هنا لغدا يكون خير. داكشي اللي وقعت ما جاناش نعس بيتين، كنتقلبوا انا وياه. لا غدلين جمعنا حويجاتنا، يا كنا باش غادي نرجعوا للمغرب، كنا مشينا لتركيا. منين غنرجعوا للمغرب صافي كنحس غير بيه حطني بالطوموبيل انا والباليزه ديالي وخلاني ما هضر معايا ما تكلم. دخلت لدارنا. حتى دخلت لدارنا دخلت للبيت ما لقيت ما نقول. صافي عيطت له. قال لي غتصارحي الوالده ديالك بكل شيء. هادشي اللي قلتيه ليا دابا غتقوليه للوالده ديالك كلشي. قال لي انا صحاب لي غنقول هذاك الشيء، ويعني هي غير باش تعرف القيمه ديالي اولا شنو عاطيها اولا باش ما عرفتش بديك والله ما عرفت. مهم قلت داك الشيء اللي كاين لماما كامل، وقلت لها شني طرالي وها شكون وها فين وها هادي وهادي. مهم كان سن المراهقه ما عارفاش انايا تطرى ليا داك الشيء. صرحت بداك الشيء اللي كاين. جمعنا داك الشيء كامل اللي كان جاب لي، وقال لي يا بنت الناس تعيط لي. قال لي قلتيها اليوم؟ قلت له قلتها اليوم. جهزني داني لدار العدول، وتما كان عطاني البرا ديالي. قال لي ما نقدرش نزيد معك بنت الناس. قال لي كتسماي فحال اللي قولبتيني. بقيت كنشوف فيه. قلت انا كون ما صارحتوش كون هادي وكون هادي وكون هادي. انا جيتو للحقيقه بقى فيا الحال بزاف. ولكن وجمعت هداك الذهب كامل اللي كانت 4 المليون ديال الصداق والذهب كلشي رجعته له ورجعت في حالي. هاد القصه شاركتها معكم البنات، ما تبقاوش تطيحوا في الغلط وما تثقوش في اي واحد. وهداك السن يعني حاولوا تقراو عليه، سن المراهقه اللي صعيب بزاف. اي واحد يقدر يضحك عليكم. وسمعوا الاباء ديالكم
ودائما أي حاجة نصارحو قبل ما توقع الفاجعة. هذه كانت فقط قصة للعبرة، كنتمنى تتعلموا بها وكنتمنى يسمعوها المراهقات باش يستافدوا منها، لأن حتى شي حاجة اللي كتبري راه ما كتعطيش الذهب، والصغر راه كيرجع بالندامة، الفعايل ديال الصغر راه كيرجعوا بالندامة. وإلا كنتو وصلتوا حتى لهنا مع جيهان، ما نساوش تعطيوني الآراء ديالكم في التعليقات، نسمع شنو، واللي بغى يعاود شي قصة مرحبا يتواصل معايا على الخاص. اللي بغيت نقول لكم لو وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش اللايك والاشتراك باش يوصلكم كل قصة جديدة إن شاء الله يا ربي.